السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي وطلاب الإعدادية بحالها وكمان طلاب الثانوية. الفيديو ده هيفيدك جدا جدا سواء كنت إعدادي أو ثانوي. هقول لك فيه بعض النصايح اللي هتحل لك المشكلة بتاعتك والمشكلة بتاعتنا كلنا، مشكلة المراكمة والتسويف. تسويف اللي هي المراكمة يعني. اعمل ايه لو مراكم؟ وبالذات احنا دلوقتي بقينا في شهر 10 وخلاص، اللي بدأ بقاله شهر واللي بدأ بقاله شهرين. يعني في ناس بدأت في شهر 8 وفي ناس بدأت في شهر 9. تعمل ايه لو انا راكمت الشهرين دول؟ عندي ليك الحل السهل جدا والبسيط اللي هيضمن لك ان انت تقفل اي حاجة انت كنت مراكمها، سواء كان مادة مادتين 3 لحد 12 مادة كمان. مفيش 12 مادة بس مثلا، يعني لو كنت اسهل. ف مثلا هناخد مثال عن مادة علوم، لأن مادة العلوم احنا بنشرحها هنا إن شاء الله على القناة، فأنت لازم تبقى عامل اشتراك في القناة. فهناخد مثال على مادة العلوم وعايزك تطبق المثال ده على باقي المواد. بس في قبل ما أقول لك الطريقة اللي تحل بيها مشكلة التسويف والمراكمة، في حكمة كنت عايز أقولها لك وكنت باخدها دايما في أي حاجة: ما لا يدرك كله لا يترك كله. ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني اللي انت ما تقدرش انك تجيبه كله ما تسيبهوش كله، يعني لو خد منه جزء بسيط. حتى انا كنت في الثانويه فاكر، انا الفتره دي كنت في ماده ما كنت سايبها خالص، كنت ماده الفيزيكس، فيزياء. كنت سايبها خالص، ويعني ايه كنت عامل فيها تقريبا باب، وكنت سايب تقريبا 3 ابواب كنت مراكمهم يعني. فجه فترة آخر شهرين كده قلت ده أنا مستحيل أجيبهم ومش عارف إيه، ومع إن كان فاضل شهرين ويكفي كتير. جالي الجملة دي جت في دماغي، والحكمة دي جت قدامي كده وحاططها في دماغي إن أنا ما أقدرش إن أنا أجيبهم كلهم. مش هسيبه كله، هاخد منه حتى كمان باب بابين، عشان لما أدخل امتحان أبقى فاهم بابين 3 حتى من مجمل 5 أبواب أو حاجة. فما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني ما تسيبش الحاجة إنها تضيع منك خالص، لا خلي في حتى إيه، واحدة واحدة كده. الدنيا لسه بسيطة. انت مثلا لو ذاكرت ساعتين بس في اليوم، انا عايزك مثلا تذاكر ساعتين في اليوم بس تشوف مدى تحصيلك مدى الاسبوع. لو قلنا مثلا انت صحيت الفجر، صليت الفجر وقريت شوية قرآن وبديت تذاكر ساعتين في اليوم، شوف طول الاسبوع هتذاكر كام. اضرب 2 في 7 بكام؟ 2 في 7 بكام؟ ب 14 ساعة في الاسبوع. اضرب 14 في 4، ده في مجمل الشهر كام؟ 14 في 14 في 4 حوالي 78 تقريبا، صح؟ حوالي كده يعني 80 ساعة، 78. ف80 ساعة في الشهر. انت شايف الرقم؟ مجرد ساعتين في اليوم. شوف بقى لو ذاكرت ساعتين ونص، 3 ساعات، 4 ساعات، فهكذا يعني. طب ايه هي الطريقة الأمثل والأبسط إن أنت تجيب حاجة أنت كنت مراكمها؟ أولا هناخد مثلا مادة علوم، أيا كان مادة علوم دي فيها كام وحدة. احنا هنقول مثلا على تالتة إعدادي فيها اللهم صل على سيدنا محمد 4 وحدات. 4 وحدات للعلوم. مثلا أنا عدينا أصلا كده كده شرحنا أول وحدتين، فاضلنا وحدتين. الوحدتين دول إن شاء الله هنخلص فيهم وحدة الأسبوع ده، وهنبدأ بقى نحل الأسبوع اللي بعده ونراجع على الوحدة الأولى وهكذا. بس هنقول مثلا احنا عندنا وحدتين وانت مراكم الوحدتين دول أو وحدة أيا كان. احنا دلوقتي هنخش في الوحدة التالتة. فأنا هعمل ايه؟ دلوقتي انت هتخش معانا في الوحدة التالتة، سواء كانت بتاخد معانا أو بتاخد مع أي مدرس تاني. هتخش معانا في الوحدة التالتة، وتخش في الوحدة التالتة عادي جدا أكنك ماشي مع أصحابك ولا في دماغك إن أنت مراقب. هتبدأ تعمل إيه؟ هتخش مثلا في الدرس الأول في الوحدة التالتة، وتبدأ تاخد معاها الدرس الأول في الوحدة الأولى. تخلص الدرس الأول في الوحدة التالتة وتخلص الدرس الأول في الوحدة الأولى، كده خلصنا درسين من مجمل كام؟ من مجمل 3 وحدات، 4 وحدات. هتخش في الدرس التاني في الوحدة التالتة، هتبدأ تذاكر معاه الدرس التاني في الوحدة الأولى وهكذا. هتبدأ ماشي بنفس التسلسل هكذا. هتلاقي نفسك خلصت الوحدة التالتة وخلصت كمان معاها الوحدة الأولى. هتخش على الوحدة الرابعة، هتخلص الوحدة الرابعة هتلاقي نفسك خلصت الوحدة التانية. إذا المادة خلصت، هتلاقي نفسك كده خلصت المادة وأنت أصلا مش في دماغك. أنت أصلا يا دوب بتذاكر الجديد مع أصحابك وبتراجع مراجعة بسيطة كده وسهلة على اللي فات وهكذا. بتبدأ تفتكر مع المراجعات اللي إحنا بننزلها ومع المراجعات اللي مدرسك بينزلها. هتبدأ إن أنت أصلا تلم المادة بحالها في دماغك، وتبدأ إنها تفنش المادة بإذن الله وتجيب الدرجة النهائية في المادة دي. وهكذا بقى عايزك تطبق المثال ده على كل المواد بتاعتك، سواء كان فيزيكس، كيمستري، احياء، بيولوجي، سواء كان رياضه، ماس، عندك دراسات، عربي، فرنساوي، انجليزي، اي ماده نفس النظام. تاخد درس مع درس، درس مع درس، ماشي مع اصحابك عادي او مع المدرس اللي انت ماشي معاه عادي، وتبدا تاخد درس من القديم وهكذا. تبدا انت تلاقي نفسك في الاخر ايه ده، انا خلصت.
فحاجة حل بسيط جدا. وتاني، ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما تسيبش حاجة ان هي تأثر عليك وعلى دماغك. وطبعا في كم نصيحة ممكن اقولها لك، ان انت آه، دايما تكون مع ربنا سبحانه وتعالى. فروضك زي ما هي، صلي فروضك كاملة وتدعي ربنا انه يوفقك، وتقول يا رب تنوي خير، ان انت حتى هتنوي خير ان انت هتبدا جد ومش هتراكم تاني. وتقول يا رب انا ان شاء الله هبدا جد. سواء بقى انت سمعت الفيديو ده في شهر 10 في 11، بس انا بقول لك ان احنا عدينا مثلا شهرين ثلاثه، ما تقلقش والله، في فرصه انك تكمل، ولسه في فرصه انك تجيب كمان تقدير كمان وتقفل في المواد كلها. يعني انا فاكر مثلا في عندي فاينل، كان عندي فاينل في ماده في الكليه. طول السنه كنت بدور على حاجه اذاكر منها، ما كنتش بحضر كتير الصراحه يعني، بس كنت بحضر مقطع كده، فما كنتش لاقي حاجه اذاكر منها. وجيت في ليله امتحان مش عارف اذاكر منين، او ما ذاكرتش الماده طول الترم. فجيت في ليله الامتحان لقيت في واحد نزل بي دي اف، فتحت البي دي اف ده، والحمد لله فتحته وبديت ان انا ابص فيه، وذاكرت البي دي اف ده كويس جدا. والحمد لله دخلت لقيت اكتر من تلات ارباع الامتحان اللي انا ذاكرته، قصدي في الامتحان. والحمد لله جبت تقدير جيد تقريبا في الماده، كان ماده حيوان. والحمد لله قفلت الماده يعني. فكانت لا كان يعني، وده كان بسبب توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، مش توفيق مني ولا حاجه ولا اي حاجه. انا قلت يا رب، دعيت صليت قيام الليل ودعيت يا رب، انا حاولت ومعرفتش، فساعدني يا رب ان انا عايز انجح يا رب. كنت عايز انجح فعلا في السنه دي، لان انا كنت شويه مقصر وكنت شويه ملخبط، لانها كانت سنه اولى تقريبا، فالعمليه كانت متلخبطه معايا. بس يعني فزي ما قلت لك خليك واثق في ربنا، واثق في نفسك ان انت هتجيب حاجه كويسه وهتوصل لحاجه كويسه. بس ما ده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى لك كل التوفيق يا صديقي. ان شاء الله استنوا سلسله فيديوهات فيها نصايح وفيها حاجات كتير وطريقه مذاكره كويسه تخليك تفنش اي ماده. بس ده كان الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.